معكم نهيلة الصاوي المنصوري، مسيرة ديال مركز دار المسنين اللي كيتواجد في نونوش. اول حاجه كنبغي نشكركم على الزياره ديالكم لينا. شكرا لجمعيه الاتحاد الطلبه على هذه المبادره الغزاله. بالنسبه للمركز ديالنا كيوفر اي حاجه لهاد الناس اللي كيتواجدوا عندنا هنايا. سبق لي قلتها وغنعاود نقولها، ما كنخليهمش يحسوا بشي نقص انهم غرابين ولا عايشين مع شي ناس برانيين. حنا هما عائلتهم، حنا هما كلشي. مادام جاو عندنا المركز ديالنا واختارونا فإلا حنايا ما غنخيبوهمش. بالنسبه لهاد النقطه هذه اللي كيوصلوني اسئله بزاف، واش الناس هما اللي كيجيبوا الوالدين ديالهم من هنا ولا كيفاش قضيه ديالهم؟ كاين اللي كيجيبوهم الاولاد ديالهم، كاين اللي كيجيو لراسهم، كاين اللي ما عندهمش شي عائلتهم، كاين اللي ما مزوجين ما والو خوتهم كيجيبوهم من هنايا. كل واحد وكيفاش. يعني انا ما نعمملكش نقول لك غير العواول كيسمحوا في والديهم، لا، راه كاين بزاف د الحاجات. الحاله اللي اثرت فيا انا بزاف هما جوج حالات عندنا هنايا. الحاله ديال واحد السيد اللي كبر اصلا بلا والدين، ملي كبر في دار الايتام جا هنايا عندنا. هذه واحد الحاله اللي اثرت عليا بزاف. يعني والحلم ديالو يجبر الوالدين ديالو. وعاد انا السؤال اللي سقسيته قلت له زعما غتسمح لهم؟ قال لي انا مسامح لهم، بغيت غير نشوفهم. هذه واحد الحاله اللي اثرت عليا. والحاله الثانيه هي كيفاش العواول سمحوا في باهم. هذه 10 سنين ما شافوش باهم، ونهار شافوا فيديو ديالو كيتصلوا بيا انهم ما عجبهمش الحال حيتاش بينا الاب ديالهم في الفيديو. هذه واحد الحاله عاود كارثيه. يعني هما ما اتصلوش بانهم خصهم يشوفوا الاب ديالهم، لا، حيتاش بقى فيهم الحال وما رضاوش حدا الناس. باباهم خرج وكيقول الحقيقه، ما رضاوش بان باباهم خرج كيقول ديك الشيء هذاك. انا كمسيره هنايا كنبغي نوجه لكم واحد النصيحه. هي عارفه هذا الجيل هذا صعيب بزاف، وشنو ما ربيتي ولادك غيعملوا لك في الاخر. فلهذا حاول تربي ولادك واحد التربيه حسنه، احترام الوالدين. والوالدين فوق كل شيء. راه الوالدين كيبقاو والدين، واخا باك يكون كيضربك، يكون سكير، يقمر، يكون ما كيسوى ما كيصلح، كيبقى باك. والام عاود نفس الشيء، واخا تكون ما نعرف كيف ما بغات تكون، كتبقى الام ديالك. ربي شني قالنا؟ يعني خصنا نلتجئوا للدين ديالنا. حنا رجعنا غير ماشيين وصافي. الله يهدي ما خلق.